عمرك سألت نفسك ليه ناس كتير بتبدأ تتعلم برمجة بكل حماس وبعدين تختفي فجأة؟ ليه في ناس بتقعد سنين تحاول تشتغل في البرمجة وفي الآخر بتحبط أو تغير مجال؟ هل المشكلة فيهم ولا في حاجة محدش بيقولها؟ حاجة كده مثلا مستخبية في الجانب المظلم من البرمجة. السلام عليكم، أنا طارق العبد، مهندس وخبير من خبراء جوجل، ولو دي أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان بنعمل عظمة. النهاردة هتكلم معاك عن الحقيقة اللي قليل جدا من الناس بيتكلموا عنها، الحقيقة اللي واجهتها بنفسي وشفت ناس كتير بتغرق فيها، الجانب المظلم للبرمجة. وأكيد أنا ما عملتش الفيديو ده عشان أحبطك، بالعكس ده فيديو إنقاذ، فخليك معايا للنهاية عشان الفيديو ده ممكن يغير طريقتك في التعامل مع مجال البرمجة بالكامل. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. أول جانب مظلم معانا هو الوحدة. البرمجة مجال ممتع بس كمان انعزالي جدا. اغلب الوقت هتلاقي نفسك قاعد قدام شاشة بتكتب كود بالساعات، مفيش تفاعل، مفيش فرص لعلاقات اجتماعية كتير، وحتى لما تشتغل مع فريق 80% من وقتك هتقضيه لوحدك. انت ممكن يبقى عندك اكتر من شاشة، فدول هيونسوك شوية يعني. انا اول سنة اشتغلت فيها كمبرمج كنت فاكر ان ده الطبيعي، بس بعد فترة بدأت احس بحالة غريبة، حالة عزلة حتى وانا وسط الناس. المشكلة الموضوع بيتحول بالتدريج لحالة مزعجة بتأثر على نفسيتك ومش بتلاحظها غير بعد ما تقع فيها. والنقطة المهمة هنا واللي لازم تفهمها كويس ان المبرمج الناجح مش اللي بيشتغل اكتر، المبرمج الناجح هو اللي بيعرف يوازن ما بين حياته وشغله. عشان كده نظم وقتك وخلي دايما في جدولك مساحة انك تنزل تاخد بريك، تقابل صحابك، تجرب اكل جديد او تعمل اي حاجة بتحبها. اي نعم الورك لايف بالانس ده ما نقدرش نعمله قوي في العشرينات، ولكن حاول، وبدل ما تشتغل 16 ساعة يا صديقي اشتغل 14 بس، انت اولى بالساعتين دول. على فكرة ده مش رفاهية خالص، ده انقاذ ليك، كانك بتشحن بطاريتك عشان تقدر تكمل المشوار اللي بدأته. وبكده نقدر نروح الجانب التاني اللي معظمنا بيعاني منه في البداية، الا وهو التوقعات الزايدة. ايوه هتلاقي فيديوهات كتير تقول لك اتعلم برمجة في 3 شهور واشتغل في شركة ب $5000 وتبدأ تحلم وتشتري كورسات وتتعلم لغة ورا التانية. طب وبعدين اللي بيحصل؟ بتصحى على الحقيقة المؤلمة وتكتشف ان الموضوع مش كده خالص. البرمجة مش وصفة سحرية ولا مجال كل الناس لازم تنجح فيه بسرعة. انا بدأت اتعلم البرمجه قبل الجامعه وقعدت شهور اتعلم HTML و CSS وجافا سكريبت، وكنت فاكر نفسي جاهز للسوق والبريمو واقدر اطلع شغل بمستوى كويس. لكن لما قدمت على اول شغلانه رفضوني. عارف ليه؟ لان اللي كنت بعمله كان مجرد حاجات سطحيه، مش ببني شغل فعلي يعتمد عليه. وهنا كانت دي مشكلتي اللي محدش قال لي عليها، اني لازم اكون بتعلم بعمق. عشان كده يا صديقي نصيحتي ليك ما تتسرعش وتستعجل على نفسك، ادي كل حاجه حقها وانت بتذاكر، طبق كل اللي بتتعلمه مره واثنين وعشرة. الفيديو التعليمي اللي انت بتتفرج عليه ولا الكورس اللي انت بتتفرج عليه مش بيتشاف مرة واحدة بس، مش مسلسل ولا فيلم هو. وحاول تبني مشاريع حقيقية دايما. وطبعا ما تصدقش الوعود السهلة، المجال حلو وفلوسه كتير جدا، بس مفيش حاجة في الحياة وردي، الطريق طويل بس تقدر توصل لو مشيت صح. وهنا لازم اخدك بسرعه على ثالث جانب مظلم معانا، وهو المنتال بيرن اوت او الاجهاد العقلي. البرمجه مش بس محتاجه وقت، لا ده كمان بتاخد منك مجهود ذهني مرعب. النهارده بتقعد 8 ساعات تفكر في بج مش عارف تلاقي لها حل، بكره بتعيد هيكله كود مشروع كبير، بعده بتتعلم فريم ورك جديده لان السوق اتغير فجاه. يعني المخ بيشتغل معاك تقريبا 24 ساعه حتى وانت نايم، وفي لحظه معينه من غير اي مقدمات هتلاقيه بيقول لك كفايه. عايز اقول لك كمان ان عمليه الورك لايف بالانس اللي بتتقال بشكل عام صعب جدا انك تحققها، على الاقل في السنين الاولى في حياتك في المجال ده. بص هو صعب جدا تحققها في العشرينات وممكن اوائل الثلاثينات كمان، لانك للاسف محتاج تجري سواء في شغلك او ما بعد شغلك. انا مريت بالنقطه دي، كنت بشتغل في شركه وعندي مشروع جانبي بعمله في البيت وبدرب جونيور ديفلوبرز في الويك اند، وكمان كنت بشتغل شغلانه ولا شغلانتين كمان بارت تايم. وفي فتره صحيت كده لقيتني مش قادر ابص في الشاشه، مش قادر اكتب سطر كود، خلاص وصلت لمرحله ان عايز فعلا ابيع الكمبيوتر واشتري مزرعه. حسيت كده كاني ما بقاش عندي القدره ان اعمل اي حاجه، وهو ده بالظبط البيرن اوت اللي بقول لك عليه. وعلى فكره ده مش حاجه بعيده عنك، ده حاجه واقعيه جدا بتحصل لكل المبرمجين حتى المحترفين. بس يا ترى ايه الحل ليها؟ الحل انك تتعلم تقول لا، تحدد وقت شغل ووقت راحة، تتعلم تفصل، تتعلم من الكود مش حياتك كلها لكنه جزء منها. وتاني بقول لك اي نعم ده مش هتقدر تعمله بشكل مثالي في بدايات حياتك، لكن لازم يكون ولو في جزء بسيط دلوقتي، وقدام لما توصل فعلا لاماكن وبوزيشنز كويسة تقدر تحقق ده بشكل افضل بكتير. اما بقى يا سيدي بالنسبة لرابع جانب مظلم معانا، وهو الاحساس المستمر بالفشل. وده من اخطر الجوانب المظلمة. يعني كل ما تيجي تتعلم حاجة تلاقي
في حاجه تانية جديده ظهرت او حاجه تلاقيها بقت منتشره ومطلوبه في السوق بتاعك، تتعلم رياكت يقول لك لا روح اتعلم انجلر، تتعلم نود جي اس تلاقي ناس بتقول لك جو ولا راست احسن، وهكذا. فتحس انك دايما متاخر ويبدا يجي لك افكار سلبيه زي انك مش هتقدر تكمل، وان المجال محتاج حد يشتغل 24 ساعه، وتحس انك مش قد كل الحاجات دي، لسه كتكوت يعني. وطبعا ده احساس خطير جدا بيخليك تشك في نفسك وتفقد ثقتك. بس خليني اقول لك حاجه من القلب، مفيش مبرمج بيعرف كل حاجه. حتى لو دخلت على جوجل هتلاقي ناس عندها خبرات ضخمه بس بتشتغل على جزء صغير جدا ومش عارفين حاجات في اجزاء تانية خالص. فالنجاح عمره ما هيكون انك تبقى موسوعه، النجاح انك تعرف فين تلاقي المعلومه وتتعلم بسرعه وتعرف تطبق وتبقى جامد جدا في حاجه واحده. عشان كده حاول تركز على انك تطور مهاره واحده كويس وبعدين وسعها بشكل تدريجي. وبالنسبه بقى لخامس جانب مظلم معانا الا وهو اكيد الانتقادات والتقليل. صدقني سواء بتتعلم او شغال هتسمع كتير جمل بتقلل من الحاجه اللي انت بتعملها. يعني انت مبرمج، طب فين التطبيق اللي عملته؟ كل الناس بتتعلم برمجه دلوقتي، انت هتفرق في ايه؟ يعني اللعب على الكمبيوتر ده هو اللي هيجيب لك الفلوس؟ الناس هتشكك فيك حتى لو ما يعرفوش اي حاجه عن البرمجه، ومش بعيد ان اكتر ناس تقلل منك يكونوا هم اقرب اشخاص ليك. ده بيحصل قدامي كتير، وانا واحد من الناس لما بدات اتعلم كنت بشتغل على تطبيق صغير وكل شويه حد يقول لي انت فاكر نفسك بتعمل فيسبوك؟ بس نفس المشروع ده كان من ضمن المشاريع اللي اتقابلت بيها في اول شغل، وكان من الاسباب اللي خلتني اوصل للشغل واخد اول مرتب برمجي في حياتي. عشان كده يا صديقي ما تسيبش كلام الناس يعطلك، خليك مؤمن باللي بتعمله حتى ولو كان صغير، لان كل مشروع كبير بيبدا بخطوه بسيطه. معلش شويه الكلام التنميه البشريه دول مهمين. اما بقى الجانب المظلم رقم 6 فهو التكرار والملل. البرمجه ممتعه في الاول، والصراحه بعد ما مستواك يتقل هتحس بالمتعه اكتر، لكن الحقيقه ان جزء كبير منها ملل. تصليح باجز، كتابه تيست، بتعمل دوكيومنتيشن، مراجعه اكواد ناس تانية، كل دي مهام متفق معاك انها مش ممتعه لكنها ضروريه. ناس كتير بتحب تتعلم لكن بتكره الشغل الفعلي. والبرمجه مش بس كتابه كود جديد، دي كمان مسؤوليه بتتحملها عن الكود اللي كتبته. انا كنت بفتكر دايما ان الشطاره هي انك تبني حاجات جديده، لكن لما اشتغلت على ليجاسي كود، وده طبعا قصدي بيه يعني كود مكتوب من زمان وقديم وشكله وحش جدا، فهمت كويس ان التعديل على كود قديم اصعب 10 مرات من كتابه كود جديد، بس بيعلم. وحقيقي المبرمج الشاطر هو اللي يكمل في الشغل حتى لو مفيش حماس اللي بيعمله. فحب ما تعمل عشان مفيش فلوس، مش عشان تعمل ما تحب. وطبعا كمان لان الالتزام اهم بكتير من الحماس اللي بيجي فجأة ويختفي فجأة. اما بقى الجانب السابع يا صديقي اللي هو النسيان، فللاسف انت بعد ما تتعلم حاجه معينه كويس جدا وتستخدمها فتره، عادي جدا انك تنساها لو ما استخدمتهاش، لان ببساطه الدماغ بتنسى اللي مش بتستخدمه. انا شخصيا بعد كام سنه من استخدامي للنيتف اندرويد اشتغلت فتره بفلاتر، ولما رجعت اعمل حاجه بالنيتف حسيت اني مش فاكر حاجه، وده شيء طبيعي ما تقلقش. بس نصيحتي ليك لازم دايما تراجع، مارس وسجل كل اللي بتتعلمه. يعني اعمل بروجكتس صغيره بشكل مستمر، راجع ملاحظاتك وخلي عندك نظام بيرجعك للمعلومه بسرعه. فاكتب شويه نوتس كده وانت بتتعلم عشان ممكن تحتاجها قدام. ودلوقتي بقى وصلنا للجانب الاخير والاخطر، انك تقارن نفسك بالناس. بيتعرض قدامي حالات لناس شغاله بمرتبات جامده جدا، ولما قدرا كده بيعرف مثلا مرتب زميل لي ان هو بياخد اعلى منه، بيتقدر وبيحس ان هو بص مش راضي ومش مبسوط، وان هو المرتب بتاعه ده سيء جدا برغم ان هو عالي جدا وهو نفسه مبسوط بيه جدا. بس معلومه صغيره زي انه يقارن نفسه بالناس دي عملت مشكله وجاب رهيبه. حرفيا اخطر فخ في العالم التقني، هو في العالم بشكل عام ولكن في العالم التقني بشكل خاص. تشوف مبرمج على تويتر كاتب خلصت مشروع ساس في اسبوع، واحد تاني على لينكدين اشتغلت في امازون بعد سنه واحده من بدايتي، واحد تالت يقول انا بقبض 20,000 دولار، وتبدا تقارن نفسك وتحس انك ولا حاجه. بس خليني اقول لك نقطه مهمه جدا ممكن تكون تايهه عنك، انت مش شايف الصوره كامله، انت شايف النتيجه مش الطريق، شايف البوست مش الشهور والسنين اللي كانت وراه. فقارن نفسك بنفسك النهارده، انت احسن من امبارح ولا لا؟ هو ده المهم. البرمجه فعلا مجال عظيم، بس كمان مجال قاسي جدا لو دخلته بعقليه غلط. المفروض ما تخليش اي حد يضحك عليك ويقول لك المجال سهل بس اتعلم لغه وخلاص، ولا تخلي نفسك فريسه للاحباط والوحده والضغط والمقارنه. فابدا صح، وازن بين شغلك وحياتك، طور نفسك بالتدريج، وخلي دايما في بالك مش لازم تكون اسرع واحد، مش لازم تكون اجمد واحد، مش لازم تقارن نفسك بحد، المهم انك ما
بتوقفش. انا نفسي عديت بالظروف دي كلها، وده اللي خلاني اعمل الفيديو ده عشان انقل لك التجربه كامله من غير فلاتر ولا تزييف، وانا طبعا اقصد فلاتر مش فلاتر. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. سلام.